Razem sam basabok sakari. Razem sam basabok sakari. Keren mi di main jai? نعم، يحتفل اليزيديون في بعشيقة وسهل نينوى بعيد الصيام الذي يستمر مدة 3 أيام. هذا العيد ويكون اليوم الرابع هو يوم عيد. هذا العيد أو عيد يزي هو من الأعياد القديمة والموغلة في التاريخ، يرجع جذوره إلى العراق القديم، أيام كان الإنسان يتنبأ بانحصار النور وسيادة الظلام، باعتبار أنه تعتبر هذه الأيام هي أقصر أيام السنة. فلهذا بدأ الإنسان القديم بأنه يتعبد ويصوم ويقدم القرابين ويؤدي مراسيم دينية في سبيل أن يرجع نور الشمس مرة ثانية ويتغلب على الظلام، لأن كان الظلام يعتبر شيء مخيف وشيء يعتبر شؤم بالنسبة للإنسان القديم. فمن ذاك التاريخ، من ذاك الوقت بدأ اليزيدون يصومون ويتعبدون في هذه الأيام ولحد يومنا هذا. وعليه أنه اليوم مثل ما تشوفون أنه بعشيقة الحمد لله عادت مرة ثانية تمارس عاداتها وطقوسها وتقاليدها لربما أكثر حتى من قبل. وكل الناس اليوم يشاركون اليزيديون سواء كانوا مسيحيين مسلمين، يشاركون اليزيديون بهذه المراسم بهذه الأعياد من خلال تقديم التهاني والتبريكات، من خلال المشاركة مع بعض. تشوفون الناس اليوم تتجول بالشوارع، تزور الأماكن المقدسة، ترتدي الملابس جديدة، باعتبار أنه هو عيد مقدس وعيد عريق وقديم. أتمنى أن يكون هذا العيد هو فرصة لمد الجسور، لمد الأواصر المحبة والسلام، وأن يكون عيد خير وسلام على الإنسانية جميعا. اليوم مناسبة عيد الصوم، عيد اليزيدية. كل سنة نتجمع في هذا المكان، منطقة بعشيقة وبحزاني، مناسبة صوم يزيد. الاحتفالية نفرح في مناسبة الصوم، نقوم بالتجمع في المنطقة بعشيقة وبحزاني مناسبة الصوم يزيد، هاي من ضمن عادات التقاليد. بهذه المناسبة، مناسبة عيد الصيام عند اليزيدية، كل عام وانتم بخير، كل عام والشعب العراقي بخير، كل عام والعالم كله بخير. إن شاء الله يعم الأمن والأمان على بلدنا، بلد العراق، بلد السلام. وهاي المناسبة، مناسبة الصيام عند اليزيدية، صادف بشهر 12 من كل سنة 3 أيام عندنا صوم، والرابع عندنا العيد. ونشكركم ونشكر كل قنوات اهتمامكم بنا، واهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم طاووس ملك العظيم. نحن الان من امام مزار الشيخ حسن. كما ترون يوجد اقبال كبير على زخات هذه المطر، ولكن الناس يقومون بطقوسهم الدينيه. الحمد لله الناس فرحانه، ولكن مع مرور الايام يعني قد مرينا بايام عيد أجواء الصوم كلش طيبة وجميلة، ونحن نحب أجواء الصوم لأنه بعد 5 نفطر، وبال4:30 كل الواحد يجي على بيته. نجي على مزار الشيخ حسن، وأجواء كلش طيبة.